أهلا وسهلا بكم في قناة كرة الأمير. النهاردة هنحلل مباراة النادي الأهلي والمصري البورسعيدي في أول لقاءات النادي الأهلي في موسم 2023-2024 في الدوري النيل أو الدوري المصري الممتاز. النهاردة هنقول الأول تشكيل النادي الأهلي: في حراسة المرمى محمد الشناوي، على اليمين محمد هاني، رامي ربيعة، عبد المنعم، علي معلول، اليو ديانج، احمد نبيل كوكا، وامام عاشور، وبيرسي تاو، وموديست، ورضا سليم. الاول النادي الاهلي بعد خسارة من الاتحاد العاصمة في السوبر الافريقي 1-0. واضح ان كان في دش سخن من مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي بعد الخسارة، خلى ضغط على اللعيبة ومرن اللعيبة، حاول يعمل انسجام بعد الخسارة عشان خاطر يبتدي الموسم الجديد في الدوري يكون موسم كويس بدون مفاجآت للمصري البورسعيدي. الواضح في الماتش بتاع امبارح، اليو ديانج كان دبابة في نص الملعب، مفيش كرات مقطوعة، مفيش ميس باص، مفيش الالتحامات كانت ممتازة للنادي الأهلي. الواضح النادي الأهلي كان بدأ ضاغط المباراة، ومن المباراة النادي الأهلي كان ناوي إن هو يفوز، وضيع بعض الفرص من بعض اللاعيبة، والنادي الأهلي كان نازل شرس. على الجانب الآخر المصري البورسعيدي أول لقاء ليه وكان عامل فترة إعداد كويسة مع الكابتن علي ماهر، بس للأسف النهاردة خسارة كبيرة 4-0. هي مش هتأثر، هي جماهير بورسعيد هتزعل، بس اللعيبة النادي المصري جاب صفقات جديدة كتير، واللعيبة لسه ما انسجمتش، أو في بعض اللعيبة ما كانتش في حالتها النهاردة. الكابتن علي ماهر مدير فني كبير، وإن شاء الله هيعمل نتائج كويسة مع المصري البورسعيدي. على الناحية التانية نرجع للنادي الأهلي بعد الخسارة. بعض الجماهير كانت غضبانة من مارسيل كولر إن هو ما عملش تشكيل كويس وبدأ بالتشكيل الغلط. النهاردة مارسيل كولر قدر إن هو يجمع اللعيبة، واللعيبة كانت على قدر المسؤولية، وقدرت لعيبة النادي الأهلي النهاردة تضغط وتحرز أهداف. النهاردة كان أداء إمام عاشور كويس، وأداء اللعيبة ككل لعيبة النادي الأهلي كانت كويسة، مثل أداء إمام عاشور، وأداء اليو ديانج برضه كان كويس. والمارسيل كولر عاقب اللاعب مروان عطية وخلاه لاعب بداله أحمد نبيل كوكا، في انذار من مارسيل كولر للاعب مروان عطية عشان يكون في الماتشة اللي جاية على قدر المسؤولية. في أواخر الشوط الأول النادي الأهلي قدر يحرز هدف من كرة ثابتة. الكرة الثابتة هي كانت ركنية لعبها علي معلول، المدافعين بتاعة النادي المصري تصدوا ليها. الكرة طويلة من أحمد نبيل كوكا، لعبها عرضية، اتصدت، شاطها رضا سليم، اتصدت من الحائط البشري بتاع المصري البورسعيدي، وفي النهاية لعبها إمام عاشور اللي النهاردة لعب مباراة كويسة لرضا سليم، والهدف الأول للنادي الأهلي. انتهى الشوط الأول بفوز النادي الأهلي 1-0، وبأداء كويس وأداء شرس. وبعض اللعيبة العائدين من إصابة مثل كريم فؤاد قدر إن هو ينزل في آخر الماتش كله، وقدر يعمل مباراة كويسة.
في بداية الشوط الثاني النادي الأهلي كمل الضغط بتاعه الشرس، وقدر إن هو يعني يقفل مفاتح اللعيبة بتاعت النادي المصري، وقدر إن هو يعني يخلي النادي المصري ما عندوش مفاتيح لعب. قدر النادي الأهلي يحرز الهدف الثاني عن طريق بيرسي تاو التاو يحرز الهدف الثاني. كانت كرة كده مقوصة لعبها محمد هاني لبيرسي تاو، وقدر يحرز بيرسي تاو الهدف الثاني للنادي الأهلي، وقدر ان هو يتقدم 2-0. قدر ان هو يتقدم 2-0 للنادي الاهلي، والنادي الاهلي عمل مباراة كويسة، ومباراة يعني في بداية الموسم كده مباراة كويسة. على الجانب الاخر النادي الاهلي فضل يضيع بعض الفرص، والكابتن علي ماهر حاول يعمل التبديلات بتاعته، بس في بعض اللعابة ما كانتش في حالتها النهاردة. وجماهير بورسعيد ما تزعلش، دي أول لقاء في الدوري وأمام النادي الأهلي وبعد خسارة بطولة، فبالتالي لعيبة النادي الأهلي كانوا جايين متحمسين، وقدر النادي الأهلي ينتصر 4-0. مع العلم إن النادي الأهلي كان متوقع إن هو يكسب الاتحاد العاصمة الجزائري، بس هو صفحة وانطوت. النادي الأهلي خلاص كسب المصري البورسعيدي 4-0 فور لقاء في الدوري. على الجانب الآخر النادي الأهلي اللقاء الجاي عنده في أفريقيا. بالتوفيق للنادي الأهلي. نرجع للمباراة بعد كده. الهدف الثالث كرة طويلة من الكابتن إمام عاشور، اللي النهاردة أصدر 30 أو 40% من قوة إمام عاشور الطبيعية. كرة طويلة بالمسطرة على رجل بيرسي تاو، وبيرسي تاو يقدر يحرز الهدف الثالث للنادي الأهلي. والنهاردة الكابتن إمام عاشور يعني عمل أسيستين، بداية كويسة مع النادي الأهلي وبداية شرسة، وإن شاء الله يعني الكابتن إمام عاشور يقدر يقدم الكثير والكثير للنادي الأهلي. كده الأهلي يتقدم 3-0 مع رأفة. يجي الأهلي لعب في نص الملعب أو حجم اللعب في نص الملعب، وما خلاش النادي المصري يقدر يدخل اجوان او يقدر يعمل هجمات خطيرة على النادي الاهلي. ده يرجع للمدير الفني مارسيل كولر، ويرجع للعيبة ان هم كانوا على قدر المسؤولية، وبدأوا الدوري بداية حماسية وبداية قوية، وفوز كبير على النادي المصري 4-0 في اواخر الشوط. قدر ان هو مارسيل كولر قرر ان هو يلعب كريم فؤاد العائد من الاصابة، قدر ان هو ينزله في اواخر 10 دقايق كده، والكابتن كريم فؤاد احرز الهدف الرابع عن طريق تمريرة حاسمة ابداعية من الكابتن محمد عبد القادر يحرز رباعية للنادي الاهلي. والكابتن عايزين نتكلم شوية عن الكابتن محمد عبد القادر لاعب كبير ولاعب ذو قدرات خاصة، وإن شاء الله هتجيله الفرصة مع النادي الأهلي قريبا. بس وجود رضا سليم هيشكل منافسة ما بين أجنحة النادي الأهلي، ومع رجوع كابتن حسين الشحات اللي هو واقف بسبب الإيقاف، فالنادي الأهلي بالتوفيق ليه. فلو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك واشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك جديدنا أول بأول. النهاردة كان ده رأيي الشخصي في مباراة النادي الأهلي والمصري البورسعيدي